نادية اللي غتدخل لواحد الفيلا ديال واحد الناس لاباس عليهم وغتستغل الشبه ديالها أميرة، وغتجي موراها وغتشدها وغتقول لها شكونتي، غتقول لها انت هي انا وانا هي انت، وغتغيبها وغتركبها في الطوموبيل وغديها للبلاصه اللي كتعيش فيها هي، وغتزيد وهنايا غتاخذ ليها بلاصتها باش تعيش مع الحاج بلال بوكو ذو العاقه. الخطه ديالو انها تصفيها ليه. السيد عنده 80 عام وباغا تسولي ليه على الاملاك ديالو كاملين. بلال انسان اللي معروف كما قلنا بوكو ذو العاقه، كاع مشاهير العالم كيعرفوه وكيجيو عنده حيت كيدير حفلات كل سيمانه. نادية فرحانه بزاف حيت ملي غتهنى منه دغيا غتلقى عريس ويكون مشهور وبوغوس وباقي صغير. ملي غتوصل العشيه انا غتمشي لبيتها باش تنعس، ولكن حتى غتلقى الحاج بلال وقف لها غاب الكالسو وكيقول لها يلاه نبداو، وهي كتقول في راسها حتى كيفاش نبداو حتى عندك 80 عام باقي عندك المسمار واقف، ولكن غادي يعذبها غيضرب ساعه على قدها. المهم جرتلها غتخرج سخفانه وما فاهمه والو. واش هاد السيد عنده 80 عام بصح؟ غتعترف وغتعطيه 100% بانه الرجوله، ولكن هي راه ما باغاش هادشي. كما قلنا هي راه باغا تصفيها ليه باش تاخذ ليه الاملاك ديالو. بلاتي قبل ما نكملوا غادي نقول لكم منين اختاريت هاد الاسماء ديال نادية وديال اميره. هاد الاسماء هادو لقيتهم عندي في التيك توك، يعني عندي تا متابعين في التيك توك. بالنسبه للاصدقاء ديالنا في الفيسبوك راني قلت لكم سيروا الصفحه ديال هشام بهلول، يعني الصفحه ديالي الشخصيه، تما في غتلقاو جميع الفيديوهات الجداد يعني اللي غنلوحوهم جداد. راك في الصفحه باش يوصلك الجديد، وخلي لي الاسم ديالك على الله وعسى تسمعوا في شي قصه. يلا نكملوا. دابا كتفكر بانها تشربوا شي حاجه، شي سم ولا شي حاجه ولا تجمدوا، المهم كتفكر في اي لعبه باش تهنى منه. المشكله ان السيد راه كل نهار كيقضي مع الغرض وكل نهار كيجرتلها. اعتذر وغادي نرجعوا القصه. غتجيب ليه واحد الخدامه تيتيزه وغتلبسها لبس سكسي شويه وغتخليها تقرب منه، لكن الحاج بلال الشهر بعقله وغادي يقول لها بنتي انايا راه عندي غير مرتي وهي الوحيده اللي غادي نعس معاها، ما نقدرش نخونها، وانتي دابا مطروده. هنايا ما فهمت والو. يا ربي شنو واقع ليا؟ ما كملاش السيمانه السيده ولا كيجيها الارهاق ولات هي اللي شارفه ماشي هو، ولات غير جالسه وشاده راسها وكتفكر كيفاش غتقتلو السيد هذا ما غاديش يموت ليها. جيها واحد الفكره بانها صافي تستسلم وترجع السيده لبلاصتها. المشكله انها ملي غتركب في الطوموبيل ديالها غتقصد اميره الدار ديال زعما ديال النادي. راكم فهمتوا التخربيقه كي دايره. دوق عليها غتحل وهنا غتقول لها اشنو بغيتي دابا؟ غتقول لها العافاك رجعي عند راجلك. تقول لي هلا شكرا حتى عتقتيني منه، اللهم هاد العيشه هادي ولا العيشه معاه. يعني رفضات العرض ديالها، ولكن هنا غتفكر مزيان وغترجع للفيلا وغتجمع الفلوس الذهب، غتعمر لا فاليز وغدير صاك في ظهرها وغتمشي للمطار. نهاية حتى غادي يوقف عليها السيكوريتي اجي تي فين غادا، وغادي يرجع عند الحاج بلال وهنايا غادي يشدها وغيقول لها واش تسطيتي باغا تهربي مني؟ هنايا غتعترف ليه وغتقول لي راه ماشي انا، راه مرتك راني خطفتها واشنو وقع. يقول لها راني عارف وراني حسيت بهذا الشيء، ولكن انت احسن منها. دابا غتبقاي معايا ان شاء الله حتى غادي نموت بلا ما تفكري مره اخرى انك تهربي مني. القصه هذه هديه منكم للنساء اللي باغيين يتزوجوا براجل يكون كبير في اللاج باش تسولي لي على الاملاك ديالو وصيفطوا القبر بالزربه. اللي بغيت نقول لك يا اختي انا الاعمار بيد الله وتا واحد فينا ما عارف شكون اللي سابق. وصلتي هنا وصلت هنايا خليو واحد جيم وشي تعليق، بارطاجيتي الحلقه غتكون درتي الربده المزيان. كان معكم خوكم هشام، الى قصه قادمه ان شاء الله.